ادي الاوضه اهيت. خلاص كده خلصنا الفراخ، هنذبح الاربع فرخات اللي معانا دول وخلاص. الاوضه كده فضيت. انا شلت بقى السقايات والعلافات. الحجاره دي باخدها طلعها بره. بلم بقى. انا حاطه هنا في الارض الشكاير دي، بلمها حافظت على الارض وبتساعدني في النظافه. شايفين تحت منها اهو. بنضف في الاول، بلم دول كلهم الاول كده، الشكاير دي كلها كده بحطها في برميل ولا حاجه، وبعدين برجع اكنس الاوضه. وبعد كده بقى بنطهر بالكلور. الاوضه مليانه دبان. طبعا انا هجيب دواء للدبان وهقول لكم عليه، هيقضي على الدبان ده كله علشان دوره جديده ان شاء الله نبدا مع بعض. الدوره الجديده بس مش دلوقتي، هستنى شويه لحد ما اظبط الدنيا كده، انضف الاوضه والاوضه تنشف، لان انا برشها كلور وبنضفها وبعقم كل حاجه فيها. حتى الحجاره دي بغسلها وبعقمها بالكلور، والسقايات والعلافات. اهم حاجه نظافه المكان ما بين الدوره والتانيه علشان ما فيش فيروسات تتنقل من دوره لدوره. وخصوصا الدوره دي بالذات معايا المره دي كانت كلها امراض وكلها فيروسات وبكتيريا، فهنضفها تنظيف مره واثنين وثلاثه يعني. بجيب المقشه وهصور معاكم ان شاء الله وهوريكم التنظيف العميق بيبقى ازاي. انا صورت قبل كده وهرجع اصور تاني. زي ما انتم شايفين الفرشه هي كان اغلبها ناشف، ما كنتش بدي فرصه ان الفرشه تتبل خالص علشان ما يظهرش فيها البكتيريا، فحبيت اوريكم بس كده. خلاص الحمد لله تمت بحمد الله. زي ما بيقولوا الدوره الصعبه دي 42 يوم بطلوع روحي. 42 يوم طلعوا روحي في ال 42 يوم دول تقريبا. كل يوم مرض جديد وعدوى جديده، وكل انواع الاسهالات عدت عليا في الدوره دي. لو تابعتوا الفيديوهات القديمه اللي انا نزلتها معاكم هتعرفوا ان انا كنت طول الوقت بتابع معاهم، وادويه وعلاج ووصفات، لحد لما الحمد لله اللهم بارك انا ما كانش عندي الا 2 بس اللي وزنهم كيلو. ذبحتهم في الاول بسبب ان هم كان شكلهم تعبان، ولما ذبحتهم اللهم بارك برضو الحمد لله كان اللحم بتاعهم حلو قوي وابيض وفاتح، بس الكبد ما كانش مظبوط. فرميت بقى الكبده والقناصه والكلام ده كله رميته، وذبحت الفراخ وطبختها كمان وكانت زي الفل. شويتها كانت زي الفل عشان الفراخ الصغيره افضل حاجه ليها الشوي. وباقي الاوزان عندي كلها اقل وزن عندي كان كيلو 900 جرام اللي انا هذبحه النهارده. الاوزان اللي بعد كده 2 كيلو، 2 كيلو 50، 2 كيلو 100، 2 كيلو 150، 2 كيلو 200. يعني انا خدت بالتدريج درجه درجه في كل الفراخ، لان انا كان عندي اللهم بارك 22 فرخ، قصدي 25 فرخ. 25 فرخ، 2 منهم كان وزنهم على كيلو، ذبحتهم على كيلو، كان الواحد فيهم كيلو. وال 23 فرخ اللهم بارك اقل وزن فيهم كيلو و900 جرام. فلما يكون عندك فراخ اصبري عليهم، هتخسري مهما تخسري ثمن العلف، هتخسري الخلطات والعلاج، لكن مش هتخسري فراخك. فبالصبر وتستعيني بالله كده كل حاجه هتظبط معاكي وتبقى زي الفل. انا حبيت اوريكم بس انا هعمل ايه النهارده. وادي الفراخ اهيت هناك اهي، هبدا ذبح فيهم دلوقتي. شايفين قاعدين بعيد، طلعتهم بره الاوضه علشان كنت بوزن، وهم ما شاء الله اخر فراخ في الدوره دي. اللهم بارك وتمت الحمد لله على خير. عقبال بقى ان شاء الله الدوره الجايه اصورها معاكم من اول يوم لاخر يوم، ونصور الخلطات والوصفات خلطه خلطه ووصفه وصفه ان شاء الله.